لغز الشقة رقم 7. تحت عيني على صوت ترزيع جاي من الشقة اللي قصادي. الشقة رقم 7. الساعة كانت لسه 4 الفجر. الجو بره كان ساقعة، وأنا متغطي ب3 بطاطين وبرضه سقعان. ترزيع تاني أقوى، كأن حد بيحاول يكسر حاجة جوه. قمت بالعافية من السرير. ريحة القهوة اللي كنت لسه عاملها قبل ما أنام كانت مالية الأوضة. شربت بق واحد مرة زي حياتي اليومين دول. الشقة رقم 7 دي بقى ليها حكاية لوحدها. من ساعة ما سكنت هنا من 3 شهور وهي مقفولة على طول، عليها تراب كأنها مهجورة من سنين، مع إن عقد الإيجار بتاعها متعلق على الباب من فترة قريبة، مكتوب عليه إنها متأجرة. استغربت بصراحة، مين هيأجر شقة ويسيبها كده، خصوصا وإنها في الدور السابع، آخر دور في العمارة، اللي شكلها أساسا مخيف، كلها زوايا حادة وسلالم ضيقة. الترزيع فضل شغال، بس المرة دي حسيت كأن في صوت همس خفيف معاه، مش واضح، كأنه صدى صوت حد بيتكلم من بعيد. قربت من الباب وبصيت من العين السحرية. مفيش حاجة في الطرقة. السكون كان مخيف أكتر من أي صوت. رجعت تاني للأوضة وقررت أخد دش سخن عشان أفوق وهدي أعصابي. بعد الدش لبست بيجامة خفيفة وأخدت كوباية القهوة ونزلت قعدت في الصالة. كنت بفكر في الشقة رقم 7. الصوت اللي سمعته ده كان حقيقي ولا أنا كنت بتخيل؟ طول عمري بحب الغموض، يمكن عشان حياتي كلها روتين ممل، بس اللي بيحصل ده كان مختلف. كان في حاجة مش مريحة. فجأة النور قطع، العمارة كلها بقت ضلمة. حاسس إني لوحدي في الدنيا. طلعت كشاف الموبايل ونورت بيه. ساعتها سمعت صوت صرخة خفيفة، بس المرة دي كانت أقرب، كأنها جاية من جوه الشقة رقم 7 بالظبط. قلبي وقع في رجلي. فضلت واقف مكاني مش بتحرك. الصوت اتكرر تاني بس أضعف. قررت أطلع وأشوف إيه اللي بيحصل. لبست هدومي بسرعة ونزلت السلالم خطوة خطوة. كل خطوة كنت بحس إن الأرض بتتهز تحت رجلي. وصلت للدور السابع. الطرقة كانت ضلمة تماما. كشاف الموبايل كان بيلعب على الحيطان ورسم رسومات شكلها مخيف على الحيطة. وصلت قدام الشقة رقم 7. الباب كان نص مفتوح والضلمة اللي جوه كانت أغمق من الضلمة اللي بره. لمحت لمعة خفيفة على الأرض جوه الشقة، لمعة مش طبيعية، كأنها انعكاس ضوء خافت. قربت أكتر ومديت إيدي بالراحة. فتحت الباب على آخره. منظر الأوضة كان صادم. الأوضة كانت فاضية تماما، مفيش أي عفش. التراب كان مغطي كل حاجة، كأن مفيش حد دخلها من سنين. الإضاءة الخافتة اللي كنت شايفها كانت جاية من شباك صغير في آخر الأوضة، كان مفتوح على آخره، والرياح كانت بتحرك ستارة قديمة متقطعة. لكن اللي لفت انتباهي بجد كان في نص الأوضة كان في علامة غريبة مرسومة على الأرض بالطباشير الأبيض. العلامة كانت عبارة عن دايرة كبيرة وجواها أشكال هندسية غريبة. في كلام مكتوب بخطوط رفيعة مش مفهومة. حاولت أقرأها بس مفيش أي كلمة قدرت أتعرف عليها. فجأة الشباك اتفتح أكتر بقوة والستارة اترمت ناحيتي كأنها بتطردني. حسيت ببرودة شديدة جدا عدت من جسمي. بصيت على العلامة اللي على الأرض تاني. حسيت كأن الأشكال اللي فيها بتتحرك، وبعدين الضوء اللي كان جاي من الشباك اختفى تماما. الأوضة رجعت ضلمة تاني، ضلمة كأنها بتبلع أي حاجة حواليها. رجعت لورا بسرعة. قلبي كان بيدق مليون دقة في الثانية. طلعت أجري على شقتي، قفلت الباب وراه بالمفتاح وحطيت الترابيز كلها. قعدت على الأرض ساند على الباب وأنا بحاول أستوعب اللي شفته. الصبح طلع ببطء شديد. الشمس دخلت من الشباك كأنها بتطرد أي أثر للضلمة اللي عشتها الفجر. قررت أنزل أسأل البواب على الشقة رقم 7 دي. البواب ده راجل طيب وعجوز بقاله سنين في العمارة دي. نزلت له لقيته قاعد على كرسي قدام العمارة بيشرب شاي. صباح الخير يا عم أحمد. صباح النور يا ابني. مالك شكلك مصدوم كده ليه؟ عم أحمد، هو مين اللي كان ساكن في الشقة رقم 7؟ بص لي عم أحمد كده باستغراب وكأني بقول حاجة غريبة.
شقة رقم 7. يا ابني الشقة دي مقفولة من سنين، مفيش حد سكنها من أكتر من 20 سنة. صوته كان هادي ومريح، بس كلامه كان بيخلي دماغي تلف أكتر. إزاي يا عم أحمد؟ أنا شفت عقد إيجار على الباب من فترة ومكتوب عليها إنها متأجرة. عم أحمد حرك دماغه يمين وشمال، وابتسامة خفيفة ظهرت على وشه. عقد إيجار؟ يا ابني الشقة دي أصلا صاحبها مسافر ومحدش يعرف عنه حاجة من سنين، ومحدش يعرف يوصله عشان يأجرها. فضلت واقف مكاني مش عارف أقول إيه. كلام عم أحمد كان متناقض تماما مع اللي شفته واللي سمعته. لو الشقة مقفولة من سنين، إيه مصدر الأصوات اللي سمعتها؟ وإيه العلامة الغريبة اللي كانت مرسومة على الأرض؟ وإيه لمعة الضوء اللي شفتها بالليل؟ رجعت شقتي وأنا تايه أكتر من الأول. هل كنت بتخيل كل ده؟ هل النوم غلبني وشفت كوابيس وأنا صاحي؟ ولا في سر تاني ورا الشقة رقم 7 دي؟ سر محدش يعرفه غيرها، سر لسه مستني اللي يكتشفه. هل انت حصل معاك حاجة زي دي قبل كده؟ هل في تفسير منطقي للي حصل؟ ولا الأمر مجرد خيال؟ لو وصلت لحد هنا، شكرا ليك انك كملت القصة معايا للآخر. قولي في الكومنتات رأيك في اللي حصل، وهل تفتكر فيه تفسير منطقي ولا السر ده هيفضل من غير تفسير؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير علشان القصة توصل لناس أكتر، واشترك في القناة عشان لسه عندنا قصص كتير. أشوفك القصة الجاية. سلام.